عشت في مدن كثيرة جدا، عشت في 30 بيت، لكن لا أشعر أني بعيش في أي مكان. أساسا بشعر أني عايش في الوقت، في أوقاتي وفي الزمن. علاقتي بالمكان انعطبت لأنه معظم الأماكن كنت فيها مضطرا. يعني المكان الذي لا تختاره كأنك لا تعيشه بشكل كامل ومطلق. منذ ضياع فلسطين أصبحت كل الأماكن أماكن اضطرار. الاختيار صار قليل. أنت توجد في أماكن نتيجة أن الظروف أملت عليك أن تكون هنا أو تكون هناك. بتسكن في بيوت يختار أثاثها سواك. بتسكن في مدن هي التي تقرر أن ترحب بك ولا أنها تقول لك مع السلامة. يعني أقمت في منافي وتعودت عليها، ولكن طردت منها. سافرت إلى بلاد ورجعت على أمل أن أعود، وإذا بي ممنوع من العودة أو ممنوع من الوصول. يعني كمية الخسارات المكانية اللي تعرضت لها خلتني ما أتعلمش التعلق بالمكان. كنت دائما مضطر للمغادرة، دائما مضطر أترك نباتاتي، أترك مكتبتي، أترك أشرطتي، أترك أثاثي، أترك علاقات أيضا وصداقات. وبالتالي أنا بعيش في زمني، في صورة وقتي المتبقية في ذهني. مش قادر أتشبث بالأماكن لأني مش قادر أحمي بقائي فيها. تسألني إذا الطفولة بتستعاد. أنا رأيي الطفولة لا تستعاد. الطفولة زي الوجع، زي اللذة، مش ممكن تذكرها، هي لا تتذكر ولا يمكن استعادتها. الطفولة إما أن تبقى مع الرجل أو المرأة في سن الكبر، أو يبقى منها أجزاء، أو إنه نفرط فيها في ازدحام الحياة، وهذا أسوأ ما يمكن أن يقع لنا. يعني الطفولة بالنسبة إلي شيء استطعت إني ما أفرطش فيه، إنها تضل معي. إني أسئلة الطفل، قدرته على الدهشة، قدرته على عدم قبول ما يملى عليه دون تساؤل، بقيت لدي. يعني بدك تتصور إنه الطفل اللي فيه خلاني أسأل مثلا ليش في 12 13 14 حزب وفصيل في فلسطين كله هدفهم انهم يحرروا فلسطين، كلهم هدفهم واحد. طب ليش انتم 15؟ هذا ادى سؤال الطفل البسيط هذا، ليش انتم 15 فصيل وانتم هدفكم واحد؟ خلاني نافر من الدخول الى اي حزب.
نافر من الالتحاق بأي فصيل، خلاني شخص مستقل بهذا المعنى. يعني أنت لا يمكن تتخيل التفريط بالطفولة قديش بخسرك، والكلام الرومانسي على الطفولة، كل واحد كبير في السن رجل أو امرأة بده يستعيد طفولته لازم يحذف ويضيف دون أن يكون بكذب أو بزيف هيك. إذا أخذت حدا بحكي على معاركه القديمة عسكري مثلا، حيحذف منها التردد والخوف، وقد يبقي فيها البطولة. أحيانا نحكي على طفولتنا برومانسية بلهاء، وأحيانا بنحكي بحيث أنه نزيد جرعة المتاعب اللي فيها حتى نقترض من الناس تعاطفهم، وأحيانا بنحذف متاعبها وبنحكي عن طفولة سعيدة عمرها ما وجدت سابقا. الطفولة لا تستعاد، لا تتذكر، الطفولة تعاش. أنا بحاول ما أفرطش بطفولتي وبعيشها في علاقاتي وفي أسئلتي، وأحيانا بشعر أنه هذا أحد كنوزي. يا إلهي أين أختفي والمدينة ملآنة بأصدقائي؟